رشيد مهاجر، فاعل جمعوي، بدء كنقدم التعازي الحاره للضحايا ديال الزلزال هذا، واللي كنتمنى لهم الرحمه والمغفره، والجرحى كنتمنى لهم الشفاء العاجل. وحنا هذا التضامن كيف جا من السؤال ديالكم، بانني هذا ماشي، ما عندي ادنى شك في المغاربه، هذا ماشي جديد على المغاربه. هذا فاش تعلن على النداء ديال المسيره في 75 راك شفتوا كيفاش كانت المسيره، وفي اي وقيته المغاربه كيكونوا حاضرين. عندنا الحكومه اللي غايبه، هذا هو اللي الحكومه غايبه، اما المواطن ما غنهضروش عليه لانه قام بالواجب ديالو احسن قيام. كاين اللي يسمح بولادو، كاين اللي يسمح في الخدمه ديالو. الناس تتجمع التبرعات، كتجمع الاغطيه، كتجمع الملابس، كتجمع المأكل، كتجمع الشراب، لان هاد الناس هادو اللي نجاو في هاد النكبه هذه في هاد المناطق المنكوبه حاليا من زيرو، كانهم عاد زادوا دابا، عاد خلقوا عندهم عمر جديد زادوا. خصهم رعايه نفسيه، خصنا نوقفوا معاهم كمجتمع مدني. هاد المناطق اللي تعرضت لهاد الزلازل هذه، عندنا واحد جوج ديال اعضاء في الحكومه المحترمه ديالنا، منهم رئيس الحكومه او منهم وزير العدل، اللي كينحدروا من هاد المناطق هذه، بحال دابا تارودانت ولا اكادير انزكا اللي كينحدر منها السي رئيس الحكومه. فهذه ما كان حتى الاعلام ما تيوصلناش هاد الدواوير بالاسماء ديالهم. عاد سمعنا الاسماء ديال الدواوير هادو على طريق الصحافه الدوليه. انا كتما كنعرف في المنطقه ديال مولاي ابراهيم، هاد المناطق هادو ثلاث يعقوب، وهاد الاسماء هادو ما كنعرف. عندنا ناس ساكنين تما، هاد الناس هادو كانوا مناطق سياحيه، ولكن شكون كيستافد من السياحه؟ لان الناس تما راك شفتوا الحاله ديالهم. قيل بانهم كيقولوا ما تبنيوش بالاسمنت ولا يبنيو بواحد البنايه اللي هي معقوله، وخلوه داك الشكل بان بحال كانوا ساكنين في سكان المغرب الاقدمون، وكيدوزوا السياح كياخذوا التصاورات ديالهم، كيشبعوا الشمس تما وكيمشيو بحالهم. ولكن حنا ما عمرنا سمعناهم لا في اخبار لا حتى وحدانا. دابا ولاو كيعرفوهم دول علينا حنا هاد المناطق هادو. دابا نتلقى شي اجنبي سائح بدوك المناطق، ملي تتلاقى معاه في فرنسا ولا تلاقى معاه في كندا، كيقول لك نمشي ديك انا ما عارفهاش، لان ما قربنيش للاعلام. هذا هو اللي كاين. اما دوك الناس راه مساكن، راه دوار على قدو، عندهم حانوت وحده فيها خبيز وفيها النعناع، وكيعيشوا على هذا وشي طويج لا داروه. البرد الصاقع تما، واحد الحراره مفرطه في الصيف، يعني الله يكون في عوانهم. كيحتسبوا عند الله الشهداء. والحاجه واش تعرفوا السباق في هذا الزلزال هذا؟ الصحافه الدوليه هي اللي انتشرت بشكل واسع وعلنت على الزلزال، وكان التلفزيون ديالنا المغربي كيدير شي غادي في البرامج ديالو العاديه، لان دوزنا واحد الليله ديال الرعب. حنا مسافه ما بيننا وبين منطقه الحوز والمغرب كله الرعب بداك، كل حسينا بالاهتزاز ديال الهزه الارضيه هذه من جهه. عندنا واحد الغياب تام ديال الحكومه. ما شفنا، كان على الاقل رئيس الحكومه اللي كيمثلنا حنا كمواطن، هو صله الوصل ما بيننا وبين السده العاليه بالله. كان هو اول واحد، كان بالضبط كان الزلزال على الساعه 11 و 11 دقيقه، كان هو على الاقل عنده الامكانيات باش يكون تما مع الفجر، يكون معاهم تما ويشوف ويتفقد شنو كاين. يعني يعتبر راسو كانه مواطن بحالنا، وكنشوفوا القنوات الاجنبيه اش غادا تقول، وكيتفرج بحالو وصافي. ما عطاناش حنايا الجديد اول باول، ما تفقدش الضحايا والمجروحين، بقى اتفق على خاطر هذا واقع. هذا واش نكذبوه؟ حنا دابا ما عندناش معارضه اللي غتهضر في هذا الشيء، حنا دابا المعارضه ديال الشارع، حنا كنهضروا باللغه ديال الشارع. كان بعيد كل البعد، الحكومه كلها كانت بعيده كل البعد. كان اول حاجه واش هادو نعسوا حتى الصباح 11 وقسمين كان الزلزال، وبقاو حتى الصباح عاد فاقوا، شافوا وجههم في المرايه، نعسوا مرتاحين، نوضوا فطروا. وعندنا اموات، عندنا مشكل كبير. عندنا واحد البطل اللي هو بدر هاري، اللي وقف
المباراه ما تلعباتش، وبكى وقال في التصريح ديالو انه قلبوا مع المغاربه. عندنا مقابلات دوليه ديال كاس اوروبا مثلا داروا دقيقه الصمت على ارواح الضحايا ديالنا ديال هذا المصاب الجلال. عندنا نهار الجمعه موازنه مع الهزه الارضيه كان عندنا مهرجان معروف اللي هو مهرجان تيميطار. مهرجان تيميطار ابين داز ديك الهزه الارضيه ورجعوا غناو. شكون اللي عطى داك لوكي وشكون اللي امر باش يعاودوا يستمروا في الحفل؟ ولكن ديك الوقيته استمروا في الحفل راه ما جا الصباح تعرفنا ان ما توفى السميه ديال المغاربه هذوك احبابنا والاهالي ديالنا ودم واحد كيشرب العروق ديالنا كاملين. ولكن خصنا نعرفوا هذا اللي عطى لوكي باش يتعاود، لان كانوا مغنيين وكانوا عندهم اصوات. ديك الوقيته كان شي مغني او مغنيين يذكر الله هذيك الساعه، ولكن تهزات منطقه قريبه للزلزال ورجعوا يديروا هذه باز ليهم. انا ما نكذبش عليك، انا المغاربه بحال هكا ولادي ما صعيب الامر، لان هذا الشيء هذاك يحز في النفس. ترجع تغني والزردي وتضرب ديك المناطق كلها دوك الدواوير مساكن. الناس اللي ساكنين في المغرب العميق وساكنين في ديك الحاله ما فهمتش انا والله العظيم. لا الزلزال اللي قرب لنا هاد الناس هادو راه حنا ما كنعسوش دابا حاليا. واخا داز واحد 5 ايام او 6 ايام اليوم على الزلزال، فانا ما كنعسوش ما كناكلوش في خاطرنا. راه الجسد كيبان لك هو جالس معاك، انا معاك في المنبر المحترم ديالكم، والعقل راه غايب. العقل راه مع دوك الناس. شو الانكبه كي دايره؟ واحد الوزير تواصل مع قناه الجزيره وقال له بان شي مساعدات من شي دول يجيبوا لنا البطاطن. وهذا الوزير هذا معروف بانه يعد من الاغنياء الاوائل عندنا في المغرب. كيتسنى البطاطن يجيونا من اسبانيا، كيتسنى البطاطن يجيونا من الامارات، كيتسنى البطاطن يجيونا من قطر، البطاطن يجيونا من الانجليز. حشومه هادشي والله لاعب وعار هادشي. هذوك اللي غيجيبوك البطاطن راه كيعرفوك انت غني من اغنياء هاد البلاد العزيز. والله العظيم الا عندنا واحد العيد كنحتفلوا به كامل هو تورات الملك والشعب. عندنا تورات الملك والشعب. الملك كيحب الشعب والشعب كيحب الملك. وراه شفتوا الملك شنو دار في هذا الزلزال هذا؟ هو السباق وعطى الدماء الزكيه ديالو، وهو اللي ولد فقد رأي عنقهم وباسهم من القلب. وعندنا وزراء في سبات سينومي عميق بعاد على هذا عاد انت يحلالك تلبس كرافات وتلبس كوستيم وطلع تفقد هذا. ما صراحه ما هذا العيد كيف قلت لك انايا تحيد الحكومه. حنا الحكومه ما كدير والو، تحيد حكومه تحيد. ديك ثوره الملك والشعب ما تقولش حكومه. وثوره الملك والشعب قالوا الى ان يرث الله الارض من عليها. نحب الملك والملك يحبنا. اما هاد الحكومه بهذا البرود ديالها وبهذا سوء التدبير ديالها وهذا الغياب ديالها. عندنا واحد القضيه اخرى، كانت عندنا دوله كانت دوله اسلاميه مثلا اللي كانت عندنا الحكومه ديال العداله والتنميه، وفينا هو دابا بن كيران خداونا 10 سنين هكاك من العمر ديالنا. في العثماني اش خرجوا؟ وريونا شنو خرجوا من المساعدات دابا. وريونا دابا الاستقلاليين شنو خرجوا دابا. وريونا الاتحاديين شنو خرجوا دابا. وريونا دابا هذا التجمع الوطني الاحرار شنو خرج دابا. الاصل والمؤصل شنو داروا؟ عندنا المواطنين والملك بوان. ما بعدش حكومه. انا زعما كون المغرب يستغنى عن الحكومه. الحكومه عندنا في الشارع، عندنا الحكومه في المواطن. دابا علاش بالله عليكم علاش دابا المواطنين اللي جايين من طنجه وجايين من القويره وجايين من القرقارات وجايين من المغرب كله كيديو هاد المساعدات هادو، علاش ما تحلوا لهمش البياج دابا ديال لوتورج؟ علاش ما يتحلش الطريق السيار؟ راه غتكون لجنه المراقبه عندك اسيدي، غادي تمشي انت الاحواز ديال غتمشي لمنطقه الحوز ما غتخلصش له معفي من طنجه لمراكش، معفي من الاداء ديال طريق السيار. البومبات دابا عندنا رئيس الحكومه كيبيع لنا ليسانس والمازوط راه ما كيتقبلهاش العقل.
جاي انت كاميو غادي نوقفوا لك حنا في الباب ديال في المنفذ ديال باش غتمشي لدوك المناطق النائيه، لان المسالك واعره. وهذه كل واحد غادي يمدوا له بون ديال ليسانس ديال بلان ديال المازوت. عندك ليسانس عندك بلان ديال ليسانس غنعطيوك كمكافاه. في غادي تغلبوا هذا الشيء. ملي كتسمع فرنسا حاله الخط الرابط ما بين المغرب وفرنسا بشكل مجاني. واش داروا هاد الشبكات ديال الاتصالات اللي عندنا في المغرب داروا كيتحاموا علينا؟ كل ساعه كيجيك ميساج وبين الميساج وميساج 1000 ميساج، اجي تشارجي اجي دير تفعل. ها فرنسا انا لا ادافع على فرنسا، وهذه تحسب لها بان دارت واحد الواجب. فرنسا حل الخط ديال الهاتف بينها وبين المغرب غراتويتمون. ما داروهاش هادو ديالنا، واش غير كيهلكوا فينا وغير كيقتلوا فينا. هاد صبحوا شي اثمنه زايده في لي كروند سيرفاس، في لي سوبر مارشي ديال الحليب كان الثمن. حشومه هادشي هذا، حشومه تستغل الظرف هذا، حشومه. واحد القضيه خصني نقولها من المنبر ديالكم، انا لما تيبان لي بان الاكل والشراب كاين واحد تبارك الله كاين الخير، بغينا الناس ينتبهوا لواحد المساله، ينتبهوا لان ديك المناطق المنكوبه مقبله على واحد الشتاء بارد، وكتعرفوا دابا في الفتره ديال الصيف عندهم واحد البرد بزاف قوي بزاف، واحد الزمهرير تما لا يتصور. فبغينا الناس ينتبهوا، اللي مشى لشي سوبر مارشي يطلب دوك لي باليت، دوك الخشيبات اللي كيحطوا عليهم في السلعه في السوبر مارشي، راه كيلوحوهم دوك الخشيبات غير باش يديوهم معاهم. غير اللي غادي يدي معاه البالا والفاس، واحد العدد ديال هاد البالات والفاس، لان باقي الناس راه هما اللي نجاو والمتطوعين اللي باقي كيقلبوا على الانقاض، وباقي كيقلبوا على الناس اللي ما تحت الانقاض. فالمجتمع المدني بين على الحنكه ديالو، بين على الشجاعه ديالو، بين على التمغربيه ديالو في غياب الحكومه. السيده الوزيره المحترمه السابقه سيده نزهه السقلي اللي كانت وزيره ديال الاسره والتضامن، وانا صدمت بواحد الفيديو وصلني بانهم شي نسويات اللي كيناديو بحريه الجسد ديال المراه. دابا كنقول لهاد الوزيره مبروك ومحترم، هما دابا عندنا الزاد ديال النساء تحت الانقاض. اش درتي معاهم؟ هاد الجمعيه هذه اللي كتنادي بالعلاقات الرضائيه اش درت معاهم؟ هي كوزير سابقه بالاسره والتضامن، هما عندنا اسره تشتو، بقاو لنا اطفال، بقاو لنا نساء ارامل، بقاو لنا شيوخ، شكون اللي غادي يعيلهم؟ باش ضمنت معاهم هذه الوزيره هذه. دابا كنشوفها ضمنت مع هاد النسويات في هذه المساله ديال جسدي حريتي، ولكن عندنا الساد بقى تحت الانقاض. كنتمنى هاد الوزيره نشوفوا شنو دارت، شنو دارت مع هاد الساد اللي تحت الانقاض.